التحضير النهائي لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، وأولى حلقات قعدة أرسنال قبل ال90 في الموسم الجديد 2025-2026. يا ترى هل ترى أرسنال هيلعب إزاي قصاد مانشستر يونايتد؟ وإيه الخطة اللي هيلعب بيها؟ وإيه الشكل اللي هيلعب بيه؟ وبرضه على الناحية التانية ايه الخطة وايه الشكل وايه الرسم الخططي اللي هيلعب بيه مانشستر يونايتد، ويلعب على ايه قصاد ارسنال عشان يحاول ان هو يكسب ارسنال، وعلى الناحية التانية ايه اللي ممكن يلعب عليه ارسنال عشان يغلب مانشستر يونايتد. مباراة محتدمة وبداية ساخنة جدا 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 للدوري الانجليزي الخاص بارسنال ومانشستر يونايتد. صديقي الارسنالي العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من قعدة ارسنال قبل 90 وتحليل وكلام كبير جدا وكثير جدا عن مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد. ايه التشكيل اللي هيبدأ بيه الفريقين، ايه اللي هيلعب عليه الفريقين، وتوقعنا للنتيجة في النهاية. قبل ما نبدأ حابب اقول ان الحلقة دي من اعداد محمد مسلم صديقنا واخونا الجديد هنا في تيم هاتريك والعبد لله. كالعادة ما تنساش اخواتك لسه بيتضربوا، اخواتك لسه بيتقتلوا، اخواتك لسه مش لاقيين اكل والدنيا معاهم مش افضل حاجه. يا ريت تدعي لهم، يا ريت ان انت تفضل مقاطع زينا. احنا تيم هاتريك كله مقاطع، وهنفضل مقاطعين وهنفضل نقول غزه وهنفضل ندعي لغزه. واي اعلان هيظهر لك من منتجات او خدمات المقاطعه لو سمحت اكتب لنا كومنت عشان نوقفه تماما. اعمل لايك واعمل سبسكرايب وفعل الجرس، ويلا بينا نبدا حلقتنا. هنبدا الاول طبعا بارسنال، ده اكيد يعني ده الشق بتاعي. الجزء الثاني هيكون الشق بتاع محمد اللي هو الخاص بمانشستر يونايتد. بالنسبه لارسنال فانت ما ينفعش، على فكره على الفرقتين والله ما ينفعش ان انت تبني وجهتك دلوقتي او تفكر ان ارسنال هيلعب الماتش اللي جاي بتاع مانشستر يونايتد على اساس الخمس ماتشات اللي لعبهم في الدوره التحضيريه. لا يجوز، يعني احنا اتعلمناها كده، اصل دي ماتشات وديه بجرب فيها حاجات غير الاساس بتاعي. يعني انا ممكن نكون شفنا كام حاجه كده مثلا من ارتيتا في الخمس مباريات دول، او ممكن يكون هو نازل بالحاجه الاساسيه بتاعته بس بيجرب بعض الخطط او بعض التركيبات المختلفه. يعني لو تاخد بالك مثلا غالبيه الماتشات اللي لعبها ارسنال ما كانش فيه الماتشات الكتير اللي كان الثلاثي نص الملعب اللي احنا متوقعينهم. يعني ما شفناش كتير ان بيبقى فيه زوباميندي واوديجارد وديكلان رايس، لا كنت لازم تلاقي اتنين وفي واحد مختلف، او ممكن بعد كده يتشالوا الاثنين وينزل اثنين تانيين ويروح ينزل الثالث اللي انت مستنيه. فالتشكيل ما كانش واضح. وهنا في حاجتين، يا اما هو بيجرب توليفه ان كله يبقى شغال مع كله، يا اما هو عنده فكره ان انا مش عايز اظهر ان ده خط النص الاساسي بتاعي فاتقري واتشاف من فرق الدوري الانجليزي ومن فرق الدوري طبعا اللي هتيجي بعد كده في دوري الابطال، ان انا خلاص بقى اتعرفت ان انا بلعب بالثلاثه دول. لكن احنا عارفين ان احنا هنلعب بالثلاثه دول، لكن وارد ان يحصل مفاجاه، وارد ان يحصل مفاجاه ان انت تلاقي مثلا نورجارد مكان زواميندي، وارد ان يحصل مفاجاه ان انت تلاقي ميرينو مش ديكلان رايس، يقعد ديكلان رايس دكه. فهي يعني ما تبنيش على الماتشات بتاعه الوديات. خلينا ننقل معاك لحاجه تانية وموضوع مهم جدا، وهو ايه الشكل اللي هيلعب بيه ارتيتا. اصل اقول لك على حاجه، ارتيتا لعب خلال الفتره الوديه اللي انا مش بقيمها او ان انا مش ببني عليها، لعبنا بال4-3-3 بتاعتنا العاديه جدا، ولعبنا بتشكيله تانية باللي هي ال4-2-3-1. طبعا في فئه كبيره وانا على راسهم انا عايز العب بال4-2-3-1، لان دي من التشكيلات اللي هتدي حريه كبيره وقوه كبيره لجيوكيرس، ده رقم واحد. ورقم اتنين هتدي مدويكي لو هيلعب على الناحيه الشمال حريه اكتر ان هو يخش لعمق اكتر عشان هيتضغط في ظهره او هيخش في ظهره لويس سكيلي او ديكلان رايس. دي الحاجه الثانيه. والحاجه الثالثه ان الخطه دي بتدي سماحيه ان انت تشارك كاي هافرتس لو انت لسه مصمم على كاي هافرتس يا عم ارتيتا. فالتشكيله بتاعت 4-2-3-1 حلوه جدا، يعني هتنفع جدا. لكن ال4-3-3 فانت بتحمل جيوكيرس مهام اكتر، بتحمل جيوكيرس حمول اكتر، ان هو عايز ينزل شويه، عايز يخرج لبره شويه، عايز ان هو احيانا يميل ناحيه الاطراف شويه. غير الثانيه مباشره، انت قاعد عشان تخلص وتجيب اهداف، الكره هتوصل لك وهتسجلها. لكن هنا ال4-3-3 بتحمل شويه على جيوكيرس، بيبقى فيها خطوره نسبيا ان انت تضم مدويكي ان هو يخش لجوه
وتدفع في ظهره بلويس سكيلي او ديكلان رايس، لان ده ممكن يعمل فجوه في نص الملعب، فطبعا مش هينفع. او يعني احنا عملناها كذا مره قبل كده بس اتضربت مننا كذا مره، منهم ماتش ارسنال ومانشستر يونايتد بتاع الكاس لما راح جرناتشو خطف الكوره باللخبطه كده من جابرييل ماجالايش وجري بيها على الخط وراح رميها لبرونو فرنانديز اللي حطها جول. فانا مش عايز اكرر نفس الحكايه دي تاني، انا مش عايز العب اللعبه دي تاني. دي تاني حاجه. تالت حاجه، هنا مفيش الدور القوي لكاي هافرتز. كاي هافرتز انت تقدر بمنتهى البساطه لو انت بتلعب بال4-2-3-1 هيبقى الثلاثه دول ساكا، مادويكي، اوديجارد، جوكيرز. اوديجارد الدنيا باظت او مش تمام او مش حلو او ايا كان، تعالى يا عم اوديجارد اتفضل حضرتك ريح، انزل يا كاي هافرتز. هيقدر ان هو يلعب ب2، يعني اكن في الاسترايكر الاساسي بتاعك اللي هو جوكيرز، والشادو بتاعه اللي هو كاي هافرتز، اللي هو ممكن الاجنحه بتاعتك تعمل اي ربكه تخلي كاي هافرتز خارج عن التغطيه او خارج عن المراقبه، فيقدر ان هو يعمل خطوره على مرمى الخصم. لكن هتيجي تسالني تقول لي تتوقع ارتيتا هيلعب ازاي؟ هقول لك ان ارتيتا هيلعب بال4-3-3. انا بص اقول لك على حاجه، ارتيتا ده 6 سنين لغايه دلوقتي، فانا ارتيتا بقيت فاهمه بدرجه مش هقول طبعا 100%، بس بقيت يعني فاهم العقليه دي ماشيه ازاي. العقليه دي عنيده جدا، العقليه دي ما بيتغيرش من ثوابتها كتير، العقليه دي بتبقى مصممه على شيء فهو بيكمل عليه وبيجيب اخره. فلذلك الماتش الاخير اللي انت شفته قصاد اتلتيك بلباو 4-2-3-1 هي كانت تجربه. انا حاسس او شايف، يعني اتوقع ان هي كانت مجرد تجربه ان انا اقدر ال4-3-3 واقدر على 4-2-3-1. وانا رايح لمانشستر يونايتد وفي بدايه الدوري، ومانشستر يونايتد عنده 3 صفقات حاليا تقال، لسه هجيلك على مانشستر يونايتد، ولسه في بدايه الدوري ومانشستر يونايتد وفي الاولد ترافورد ورايح وحامل واسوي، مش هينفع ان انت تروح تهاجم بال4-2-3-1. فلذلك هو هيلجأ للسيف زون، هيلجأ لل4-3-3 ليكون تشكيل ارسنال كالاتي: على اليمين تيمبر، وعلى الشمال اعتقد كالافيوري، وطبعا في حراسه المرمى ديفيد رايا، والاثنين المدافعين هيكون ويليام صليبا وجابرييل ماجالايش. هنختلف كتير على حته الناحيه الشمال دي، وناس هتقول لي لا لويس سكيلي. بقول لك انا بتوقع ان هو كالافيوري، مش عارف ليه، يعني ممكن يكون كالافيوري. اخر خبر انا جبته عنه ان هو مش هيغيب تاني، هو كالافيوري متواجد وممكن يلحق، بس انا حاسس ان كالافيوري هينزل. يعني هقول لك ليه برضو لما ندخل في الحته بتاعت مانشستر يونايتد. الثلاثه بقى اللي في النص هيبقى اوديجارد على اليمين وديكلان رايس على الشمال، والسته اللي هيبقى ساقط تحتهم هو زوباميندي. قدامهم 3 على اليمين ساكا، وعلى الشمال اتوقع هيبقى مارتينيلي، رغم ان مادويكي موجود بس انا اتوقع هيبقى مارتينيلي وجيوكيرس في الثلاثي الهجومي او في كاسترايكر في الخط الهجومي. ده التشكيل اللي انا متوقعه لارسنال وحاسس ان هو ده اللي هيبدا بيه. طيب لو ما بداش بده وحب ان هو يفاجئنا ويفاجئ اموريم ويفاجئ العالم كله، فهو هيبدا بال4-2-3-1. طب هيكون شكلها ايه ال4-2-3-1؟ ديفيد رايا في حراسه المرمى، على اليمين تيمبر، وعلى الشمال هيكون هنا لويس سكيلي، والسرد باكين هيبقى ويليام صليبا وجابرييل ماجالايش. قصادهم 2 هيكون ديكلان رايس وهيكون زوباميندي. قصادهم 3 على اليمين ساكا، وعلى الشمال اعتقد برضه هيبدا بمارتينيلي، وفي النص هيبقى اللي هو كرقم 10 تحت المهاجم هيبقى اوديجارد، والاسترايكر الصريح بتاعك جيوكيرس. فدي التشكيله وادي التشكيله. هتقول لي هو هيبدا بمين؟ اقول لك انا بنسبه 80% هيبدا بال4-3-3، بنسبه 80% اتوقعها ان هو هيلعب بال4-3-3. اما بقى بالنسبه للتكتيك بقى بتاع اللعب وطريقه اللعب والشكل، فاحنا زي ما انت عارف احنا دايما بنلعب باللعب الهجومي بتاعنا، ان احنا دايما بنضغط الضغط العالي على الخصم. حتى لما بنيجي نعمل تمركز دفاعي بعد ما تتقطع مننا الكرة، فدايما بيبقى التمركز الدفاعي بتاعنا بيكون الهاي لاين ديفنسيف، ان احنا بمجرد ما بتتقطع الكرة بتاعتنا بنروح نضغط على حامل الكرة عشان نقطع الكرة في المكان اللي اتقطعت مننا فيه الكرة، وبنقلبها على طول مان تو مان، ان احنا لازم تقلب مراقبة لصيقة مع توجيه الضغط بتاع الاقرب لاعب للكرة. وهنا بيبقى فيه دور مهم جدا عند المهاجم، ان انت تخلي بالك ان احنا لو اتخطفت مننا الكرة تحاول بقدر الامكان ان انت تقطع سبل الامداد اللي ما بين اللاعب وما بين اللعيبه اللي بتبقى في ظهرك انت، فبيبقى بنسبه كبيره بتحط حيز الكرة في حته معينه. ودي من الحاجات اللي بينجح فيها ارسنال جدا 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 جدا. وكمان مش في دي بس، ده كمان في البيلد اب انت بتقدر كويس جدا 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 ان انت تكسر اي بيلد اب بيتبني عليك.
بتوجيه الضغط اللي انت بتعمله من بدايه من المهاجم، ثم بيقعد الفريق الخصم يقعد يعافر شويه، يودي ويجيب يودي ويجيب، وفجاه اخر حل بالنسبه له اللي هو بيطفش. فلما بتطفش خلاص هي بترجع بنسبه 50% تقريبا لارسنال، هو بياخد ارسنال ويبدا ان هو يطلع بيها. فانت كده كده بتلعب الضغط بتاعك عادي، انت مش هتنزل هايب الموقف، مش هتنزل ان انت خايف من مانشستر يونايتد اول الدوري والكلام ده كله، لا انت هتنزل تلعب بنفس الشكل. هيبقى في طبعا المثلثات اللي على الناحيه اليمين الخاصه بساكا واوديجارد وتيمبر، بس هنا لازم الحذر عشان في ناس موجوده على الناحيه الشمال من عند مانشستر يونايتد بقلق منها شويه. وعلى الناحيه اليمين على الناحيه الشمال المثلثات بتاعتك اللي هي مارتينيلي وديكلان رايس ولويس سكيلي. المهم ان التخديم كله يتم على جيوكيرس، لان انت زمان كنت بتعرف توصل لل18 لكن ما كانش عندك العنصر اللي بيعرف يخلص لك بعد ما الكره توصل سواء جوه 18 او بره 18. حاليا انت عندك العنصر اللي بيعرف يخلص من جوه 18، فانت كل ما عليك ان انت وصلت لحوالين ال18 سواء من اليمين او الشمال اديها للي جوه عشان هو يخلصها. بلس من اهم الحاجات اللي انا فرحت ان احنا تعاقدنا بيها بجيوكيرس ان دايما جيوكيرس بيدي لك قبلة الحياة، يعني جيوكيرس دايما بيدي لك الفرصة التانية. انت كانت احيانا بيبقى معاك كور جوه ال18 كاي هافرتز ما كانش بيحاول حتى عليها، فبالتالي الكرة كانت بتروح، لكن الكرة التانية دايما بيجري عليها جيوكيرس. الجيوكيرس دايما تلاقيه بيعافر في الكرة، بيموت على الكرة، بيحاول ان هو يخش جسمانيا ان هو بيكسر اي حاجة عشان يخش ياخد الكرة ويخلق الفرصة التانية. فانت عندك حلول اقوى طبعا من كاي هافرتز، عندك قوه اكبر كده جوه ال18. فلذلك انا بشوف ان احنا نفس الشكل ال 4-3 اللي انت كنت بتلعب بيه الموسم اللي فات كله هو اللي هتلعب بيه هذا في المباراه دي كمان بالتحديد. بس حاجه صغيره ان انت عملت تعديلتين، ان انت زودت القوه بتاعتك في رقم 6 فاديت اريحيه كبيره لاوديجارد وديكلان رايس ان هم يزيدوا لقدام بشكل اكبر. حتى نفسه زوباميندي نفسه رقم 6 بيزيد معاك وبيرجع كمان يؤدي الواجب بتاعه. فانا بكرر تاني الكلمه اللي انا قلتها، انا كنت متضايق ومتعصب ان انا بعت او سبت توماس بارتي، لكن دلوقتي انا مش قلقان ان انا مش عندي توماس بارتي، انا مبسوط ان انا عندي زوباميندي لان جالي واحد زي توماس بارتي واعلى واصغر في السن. والحاجه الثانيه اللي خلت ال4-3-3 بتاعتك دلوقتي بقت اقوى اكتر ان انت معاك جيوكيرس على كافه الجوانب اقوى طبعا بكتير من كاي هافرتز. فلذلك انا بتوقع ان ارسنال هيلعب بال4-3-3 عشان ارتيتا مش هيحاول ان هو يجازف اطلاقا، هيحاول ان هو يلعب بنفس الشكل اللي هو بيلعب بيه، مش هيحاول ان هو يغير اي حاجه خالص. وان شاء الله باذن الله هتلاقي المثلثات اللي بتحصل على اليمين زي ما هي والمثلثات اللي بتحصل على الشمال زي ما هي، وهتلاقي التسديدات بتاعت ديكلان رايس موجوده، هتلاقي تسديدات من زوباميندي، هتلاقي اريحيه اكتر لاوديجارد، وهتلاقيه زايد للمنطقه اللي جوه اكتر سواء عمق الملعب بتاع مانشستر يونايتد او الجوانب بتاعت مانشستر يونايتد هتلاقيه زايد فيها بشكل اكبر لان هو مرتاح في وجود تيمبر ورا وفي وجود زوباميندي. وبكده انا اكون خلصت معاك الكلام اللي ينفع ان احنا نقوله، لان ما ينفعش نقول اي حاجه تانية لان ما عندناش دلائل وما عندناش ثوابت احنا واقفين عليها. فلذلك انا هقف لغايه هنا في ارسنال، اخد نفسي ونخش على الجزء الثاني. بفكرك يا صديقي هتلاقي لينك صفحتنا على الفيسبوك، خش على الصفحه دي واعمل اللايك بتاعك وظبط دنيتك عشان الصفحه دي هينزل عليها قاعده ارسنال بلس 1. بمجرد ما الحكم يصفر هتلاقي فيه فيديو مرفوع لك عن تحليل المباراه ورده الفعل السريعه جدا. مانشستر يونايتد بقى، فهنا عندنا في كذا حاجه. اولا مانشستر يونايتد في البري سيزون طبعا مش هينفع ان احنا نبني عليها تاني، هكررها لك. في البري سيزون غالبيه المباريات اللي لعبها كان بيلعب ب 3-4-2-1 اللي هي اصلا في الاصل 3-4-3 وبالشكل الهجومي اللي بيلعب بيه بتتقلب ب 3-4-2-1. مانشستر يونايتد من العناصر اللي كانت واضحه وثابته خلال ال5 مباريات، يمكن مثلا لعبوا 4 مباريات من اصل ال5، فكان بايندر طبعا ده شيء منطقي لاصابه اونانا، ده رقم 1. رقم 2 ماتياس دي ليخت كان موجود بشكل كبير. رقم 3 لينيورو كان موجود بشكل مستمر في التشكيلة. ورقم 4 شفنا كتير أماد ديالو، طبعا ثبات لبرونو فرنانديز، الاعتماد بشكل أكبر على كونيا، وبقية العناصر كانت يعني إيه بتتداور، يعني مرة شفنا مرتين تقريبا شفنا امبومو،
مرتين تقريبا شفنا اوجارتي، مرتين شفنا لوك شو. بالمناسبه هو لغايه دلوقتي عنده اصابات ليساندرو مارتينيز، وعنده اصابه نصير مزراوي. فزي ما قلت لك الحلقه اللي فاتت من قعده ارسنال، ان احنا سواء بيلعب ب 3-4-3 او 3-4-2-1، فاللي نقدر نستشفه من مانشستر يونايتد ان هو هيلعب ب3 في الدفاع، ملهاش كلام تاني. مين بقى اللي هيلعبهم 3 في الدفاع بكره؟ دي ممكن نقعد نختلف فيها احنا بقى مع بعض. يعني هل هيلعب بماتياس دي ليخت وليني يورو وهاري ماجواير، ولا ماتياس دي ليخت وليني يورو ولوك شو، ولا ماتياس دي ليخت وليني يورو واي حد تالت معاهم؟ هنختلف ممكن في الاسماء، بس اعتقد ان احنا هنتفق ان هو هيلعب بماتياس دي ليخت وليني يورو وهيزود عليهم واحد تالت، وفي الغالب التالت ده هيتمتع بالمهام الدفاعيه بشكل واضح جدا. يعني من الاخر هيبقى سي بي سنتر باك، يعني هو هيبقى من الاخر لاعب دفاعي مش بتاع اللعيبه ان هو بيزيد لقدام والكلام ده كله. اما بقى بالنسبه للاربعه بتوع نص الملعب، فبرضه لما بتيجي ترجع للمباريات اللي هو لعبها مش هتلاقي ثبات في التشكيل، الا هتلاقي ان برونو فرنانديز كان موجود في الاربعه دول بصفه مستمره، وهتلاقي اماد ديالو كان موجود على الناحيه اليمين بتاعه مانشستر يونايتد بشكل كبير. احيانا كان بينزل كازيميرو، احيانا اوجارتي، احيانا كان بيلعب بلعيبه تانية. بتشوف برضو على الناحيه الشمال بتشوف الواد درجو خطير جدا هجوميا. درجو بيعمل الزياده العدديه، وعنده قوه وعنده سرعه، فلازم طبعا على الناحيه الشمال، فانت لازم طبعا الناحيه اليمين بتاعتك تكون قويه. وده اللي انا كنت بقوله بقى في الجزء الاول، ان انت الحته الشمال بتاعه مانشستر يونايتد لازم تخاف وتنزل كالافيوري لو كالافيوري سليم 100%. ليه؟ لان لويس سكيلي احيانا بيضم للعمق وبيدخل العمق وبيزيد زياده، يعني غشيمه شويه. كالافيوري بحسه عاقل، يعني كالافيوري بحسه اعقل من لويس سكيلي. ده اللي انا كنت بقوله لك في الجزء الاول، ان انا عايز العب بكالافيوري مش بلويس سكيلي لو هنلعب بال4-3-3. فانا مش هينفع معايا لويس سكيلي لو تقدم لقدام او دخل في العمق كتير، لا هتعب. لان زي ما انت عارف لويس سكيلي عنده طبعا القوه والسرعه والمهاره والكلام ده كله، فبيدخل في العمق وبيزيد احيانا على الخط بشكل كبير. فده بيخوفني ان انت لو سرحت للاسف، يعني لويس سكيلي لو سرحت واخدين الطريق ده يا باشا طياره ماشيين فيه. بجانب حاجه تانية، ان انت لو لعبت لويس سكيلي فبنسبه كبيره لويس سكيلي في الماتش ده هياخد انذار، يا رب يستر، يعني ربنا يستر وما ياخدش طرد، فهيبقى ضغط كبير جدا على لويس سكيلي. فهتلاقيه طبعا يعني هو مش بيعرف يتحكم في تدخلاته او انفعالاته، فهتلاقيه مثلا دخله غشيمه فهوب خد انذار، او ان هو بعد كده ياخد طرد. فلذلك انا قلت لا، انزل كالافيوري، لان انا عايز واحد عاقل شويه بيعرف يستخلص الكوره بمنتهى البساطه من غير اخطاء او من غير حاجه. الاثنين ممكن يكونوا بيعملوا اخطاء، بس اخطاء كالافيوري اقل من اخطاء لويس سكيلي. اما بقى بالنسبه للاثنين لو هو بيلعب ب3-4-2-1 فدي ممكن تبقى مختلفه بقى بيننا وبين بعض، نقعد نتكلم فيها كتير. انا مثلا بشوف ان بعتقد، يعني ده توقعي انا، وهقول برضه التوقع بتاع محمد مسلم المسؤول عن مانشستر يونايتد. يعني انا بقول ان هيبقى امبومو على الناحيه اليمين، وكونيا على الناحيه الشمال، وهويلاند في الهجوم. واعتقد محمد برضو بيقول كده. بس في تشكيل تاني، وده انا يعني مش حاسس ان هو هيحصل، لان اللاعب لسه جاي من اسبوع تقريبا، سيسكو. في ناس بتقول لك ايه، هو ممكن يلعب على الناحيه اليمين امبومو وعلى الناحيه الشمال كونيا، وفي الامام هيلعب بسيسكو. انا لا اتوقع ان سيسكو هيلعب. اللاعب لسه لم يندمج مع المنظومه بتاعت مانشستر يونايتد، ولسه راجع للتدريبات مع مانشستر يونايتد. فاعتقد اموريم مش من المدربين اللي بتستعجل على اللاعب، لا هو ممكن يقعدوا دكه معاه الماتش ده، وينزله مثلا في اخر 20 دقيقه، اخر ربع ساعه، يديله بس كده ان هو ايه، مشي حالك، لكن مش هيبدا بيه اساسي. في حاجه كمان يا جماعه انتوا ممكن تكونوا مش واخدين بالكم منها، وتقريبا دي التشكيله اللي كان بيتوقعها محمد، ان يبقى الاثنين اللي قدام امبومو على اليمين، برونو على الشمال، وقدامهم كونيا. انا مش معتقد في هذه التشكيله بصراحه. انا اعتقد ان هو ممكن يلعب هويلاند، وارد ان هو يلعب هويلاند كحل اخير، لان هو مثلا هيسيب كونيا خلاص، هيعتمدوا على الناحيه الشمال، وهيسيب امبومو على الناحيه اليمين، وهيدي الحريه لبرونو فرنانديز يتحرك في نص ملعب ارسنال زي ما هو عايز. هتروح تميل شويه على امبومو، هتروح تميل شويه على كونيا، هتروح تضم شويه في العمق مع المهاجم سواء سيسكو او هويلاند، ومالكش دعوه باللي ورا. هيبقى واقف كازيميرو، هيبقى واقف
واقف اوجارتي، هيبقى واقف دورجو، هيبقى واقف ايا كان مين اللي واقف، اماد ديالو، فاي حد هيقف ورا انت مش شغلش بالك، انت يا باشا حر في نص الملعب، اتحرك زي ما انت عايز ومتعنا يا عم واعمل اللي انت عايزه. فده توقعي للتشكيل. اما بقى بالنسبه لمانشستر يونايتد، فبالرجوع لمانشستر يونايتد في الماتشات اللي فاتت وبالتحديد ماتش ويست هام، بالتحديد ماتش ويست هام، يقال ان مانشستر يونايتد عمل احلى اداء هجومي في هذه المباراه. برونو فرنانديز ومبومو كان قصادهم كونيا، كان في توليفه حلوه وديناميكيه ممتازه ما بينهم هم الثلاثه في التحرك في الخط الامامي بتاع مانشستر يونايتد، لكن انا لا اعتقد ان دول الثلاثه اللي هيبقوا في الهجوم بالنسبه لمانشستر يونايتد. اتوقع الناحيه اليمين اللي هيبقى فيها اماد ديالو، هيبقى فيها مبومو، هتبقى جبهه ناريه. بالمناسبه مانشستر يونايتد في الجولات اللي فاتت او في الماتشات اللي فاتت اللي احنا برضو ما ينفعش نبدا عليها، هو مش بتاع بيلد اب ونروح ونعمل ونسوي، لا هو بتاع ايه؟ اضرب واخطف بالبلدي، اللي هو بيترجم بقى بالكوره ان هو بيلعب على المرتدات وبيلعب على التحولات السريعه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. فهو بتاع اللعب المباشر، انا قطعت الكوره هرميها لمبومو او هرميها لكونيا، اجري بسرعه، اضغط على الباكات او اضغط على الخط الخلفي بتاع ارسنال عشان اقدر ان انا اخترق واوصل لل 18 واسجل هدف. فهو هيلعب على المرتدات دي رقم 1، وهيلعب رقم 2 على التحولات السريعه. المرتدات ممكن تلاقي كوره مرميه من بايندر لغايه مبومو، فلذلك لازم يكون السيرد باكين بتوعنا او الثلاثه او زوباميندي مثلا والباكات بتوعنا لازم يكونوا صاحيين كويس جدا حته ضرب المرتدات السريعه. ده حاجه يعني لازم نبقى صاحيين ليها. والتحولات الدفاعيه السريعه، الملعب هيتجرى او يعني هتتقال ازاي، هيجروا فيه زي جري التيران في النجيله. هتلاقي مبومو بسرعته معدي على الناحيه اليمين، هتلاقي كونيا بسرعته معدي على الناحيه الشمال، وهوب بيحصل سويتش مثلا في الكوره ما بينهم، او عقبال ما بيجي مثلا في ظهرهم برونو فرنانديز، او عقبال ما بيوصل او بيتواجد المهاجم بتاعهم ايا كان مين، سيسكو او هويلاند او زيركزي او ايا كان. فهيحصل ان انت هيلعب على المرتدات وهيلعب على التحولات السريعه. فمطلوب من حضرتك ان انت تامن دفاعاتك بشكل سليم. تامن دفاعاتك كارسنال بشكل سليم ازاي؟ ان انت ما تسيبش السيرد باك واحد لوحده بس ورا، لا يعني لو انت تمبر زايد قدام، فانا المفروض يبقى قدام كده معايا زوباميندي ومعايا ورا 2 اللي هو واحد من السيرد باكات والجناح. لو انا مثلا ويليام صليبا ولا جبريل ماجالايش في كوره مثلا طوليه جوه، فيبقى لازم يبقى معايا 3 ورا على الاقل يحاولوا ان هم يعرقلوا الهجمه لغايه لما بقيه اللعيبه ترجع. اما بقى بالنسبه لتوقعاتي لهذه المباراه، فطبعا هتبقى مباراه ممتعه وصعبه. محدش يقول ان مانشستر يونايتد هيبقى هو مانشستر يونايتد بتاع الموسم اللي فات، لا، مانشستر يونايتد الموسم ده وخاصه الماتش ده هيبقى ماتش تقيل جدا. مانشستر يونايتد هيقدم فيه اداء قوي جدا، هنشوف مانشستر يونايتد مختلف عن مانشستر يونايتد بتاع المواسم اللي فاتت. ممكن نشوف سيسكو بس لا اتوقع ان هو يبدا بيه، هنشوفه في الاخر. فلذلك توقعاتي لهذه المباراه هتنتهي بالتعادل، اتوقع بشكل كبير جدا هتنتهي بالتعادل، يا 1-1 يا 2-2، يعني حاجه في الرينج ده. قول لي توقعاتك في الكومنتات، وقول لي شايف ارسنال ممكن يلعب ازاي او تشكيله ارسنال هتكون ايه، وقول لي برده توقعاتك لمانشستر يونايتد، وشايف مانشستر يونايتد هيلعب بايه وازاي. بفكرك تاني يا صديقي ان بعد قعده ارسنال بلس 1 اللي هتنزل على الفيسبوك هتلاقي في حلقه نازله لك هنا على اليوتيوب تحليل للمباراه زي ما احنا متعودين عادي جدا. شكرا جدا ليك يا صديقي ان انت وصلت معايا لغايه هنا. اتمنى ما تكونش نسيت اللايك وسبسكرايب وشير، وشاركني على اكونتات سوشيال ميديا هتلاقيها في الديسكربشن، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وطبعا تتابعنا في الفانتزي بتاع الدوري الانجليزي. شكرا جدا ليك، وان شاء الله اشوفك بكره في اللايف قبل الماتش. سلام.